وفي المقابل أيضا يتحدث المغرب عن أن المشكل الصحراوي هو المشكل الذي يؤزم هذه النقطة ويكون دائما حائلا وعائقا في بناء المغرب العربي. ما هي نظرتكم لهذه النقطة؟ مع الأسف الشديد، وهذا أقول بمرارة، لأني أشعر بأن المغرب جار وجار أبدي، والإنسان ما يمكن يختار جاره. وأعمق من ذلك، أشعر بأن المغرب العربي كله جزء من بعض، فنحن كأعضاء في المغرب العربي وكمكون من مكونات المغرب العربي نعتبر المغرب بلدنا الثاني، وبالتالي نغير عليه ونحبه ونقدره إلى آخره. ولكن يؤسفنا كثير على أنه سياسة المغرب التي عاصرناها على الأقل في هذا العهد الجديد مبنية على أساس